أعلن مركز الفلك الدولي عن موعد عيد الفطر 2023 في العالم الإسلامي وموعد تحري هلال شهر شوال 1444 هجرية. وأوضح المركز في بيان له أنه من المنتظر تحري هلال شهر شوال لتحديد موعد عيد الفطر 2023 هذا اليوم الموافق ل20 أبريل الجاري، منوها بأنه من المتوقع أن يحل موعد عيد الفطر 2023 يوم الجمعة 21 من شهر أبريل من نفس الشهر، نظرا لأن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء متفرقة من العالم الإسلامي الخميس 20 أبريل طبعا، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة في مثل هذه الظروف أن تعلن غالبية الدول الإسلامية بدء الشهر في اليوم التالي، وعليه من المتوقع أن يحل موعد عيد الفطر 2023 في العديد من الدول يوم الجمعة 21 أبريل الجاري. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يختلف موعد عيد الفطر 2023 في العالم الإسلامي نظرا لعدم توفر الأجواء المناسبة لاستطلاع هلال شهر شوال سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب. وتبعا لهذه المعطيات الفلكية يرتقب أن يستكمل شهر رمضان الجاري في المغرب 30 يوما، وبالتالي فإن عيد الفطر لهذه السنة سيكون يوم السبت 22 أبريل وفق الحسابات الفلكية. ما يقوي هذه الفرضية مشاهدينا الكرام هو قرار الحكومة تعطل عمل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية يوم الاثنين 24 أبريل 2023، فالمتعارف عليه أن عطلة الأعياد الدينية في المغرب يومان فقط، يوم العيد واليوم الموالي له. وتحسبا لهذه التوقعات سيكون يوم الجمعة 21 أبريل يوم السبت 22 أبريل، وثاني أيام العيد هو الأحد وهما عطلة أسبوعية، وعليه سيتم احتساب ثالث أيام العيد عطلة لتعويض يوم الجمعة 21 أبريل. متابعينا الكرام، الاتحاد الإسلامي بفرنسا يحدد رسميا أول أيام عيد الفطر، وبهذه المناسبة نتمنى عيد مبارك سعيد للجالية المغربية بالديار الفرنسية، حيث سيكون أول أيام عيد الفطر في فرنسا وفق ما كشفت إدارة المسجد الكبير خلال اجتماع لجنته الدينية بعدد من الاتحادات الإسلامية هو يوم الجمعة المقبل 22 من أبريل الجاري. وعممت اللجنة في هذا السياق بلاغا رسميا للرأي العام أفادت فيه بأن الهيئة الدينية قررت بناء على دراسة الحسابات العلمية والبيانات الفلكية العالمية وأرصاد القمر أن يوم الخميس 20 أبريل هو المتمم لشهر رمضان، وأن الجمعة 21 أبريل هو أول أيام عيد الفطر. ودعت الاتحادات الإسلامية المؤمنين المسلمين إثر هذا الإعلان إلى مضاعفة الأعمال الصالحة في العشر الأواخر من رمضان واتخاذ الخطوات اللازمة للاحتفال بعيد الفطر. ويعد عيد الفطر أحد أهم الأعياد الإسلامية التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، ويأتي بعد شهر رمضان، ويحتفى بهذه المناسبة من خلال الصلاة في المساجد وتبادل التهاني والزيارات بين الأقارب والأصدقاء.